صباح الفل، ومعاكم محمد ابو عيسى، واهلا بيكم في فيديو جديد. يا رجاله عاملين ايه؟ النهارده فلوج لذيذ في وسط هذه الاجواء الاوروبيه والتلج بينزل والجو ساقع بس حلو. بس انا دلوقتي بقى ايه، لسه قدامي دلوقتي. النهارده يوم طويل، دلوقتي الساعه 3:30 بس. يعني السما تبان اللي احنا ايه، كاننا ايه خلاص، يعني الدنيا هتضلم، وهي فعلا الدنيا هتضلم يعني. بس يعني المغرب دلوقتي بيأذن الساعه 4 هنا، التلج بينزل، وانا بحب جدا الاجواء دي. لا بصوا يا جدعان، منظر التلج يا جدعان، يا الله. لا هو في الحقيقه جامد، في الحقيقه اجمد بكتير من الفيديو. انا مش يعني انتوا مش ملاحظين كميه التلج، مش هتعرفوا تلاقوها في الفيديو، بس حرفيا نازل كميه تلج غبيه يعني. يعني بصوا، وبينزل حرفيا، وبينزل يعني تلج كتير. عارف التلج اللي هو لما يبقى تقيل كده، ودي يعني اجمد حاجه الصراحه. المهم بقى، انا السنه اللي فاتت لما انا صورت الفيديو كنت ماشي برضه على نفس المكان ده كده، لان انا ساعتها مسكت تلج وقلت ايه، الناس كلها بتلعب مع اصحابها بالتلج باين بس انا ما عنديش حد يلعب معايا بالتلج. نلعبوا بالتلج دلوقتي يعني. طب والله احنا ممكن نمسك التلج برضه، عشان ايه، نبقى حققنا الذكرى تسمح لي البس لك كرة تلج في وشك. تعالى شايف دي؟ لبسته التلج، عطاها. لا بس التلج ده ساقع. تلج جامد، بيقول لك التلج ساقع. فكرني باسمه ايه، فيلم سوق الجمعه، فبيقول له يا حماده التلج ده مش ساقع ليه؟ في ازازه هنا، تعال نشيلها من الارض. يا الله، عشان دي ممكن حد ايه يدوس عليها. الله كده. في واحد فاسق كان بيشرب خمره وكسر الازازه ورميها هنا فوق الزرع. فايه، اعمل الخير وانت ماشي كده، لما تلاقي يعني دي صدقه، مطره الاذى عن الطريق صدقه. انا عارف اللي انتوا عارفين كده، انا عارف انتوا، بس ايه افكركم يعني، افكر نفسي والله. انا بقول ايه، لون السما حلو، لون السما حلو والله، فاهم؟ وشكلي وانا لابس الزونت كده، فاهم؟ شكلي بقى اوروبي فاهم؟ بس المره اللي فاتت السنه اللي فاتت كنت ماشي برضه في نفس المكان ده كده، وكوره تلج من على الشجره اللي ورا دي، واحد لابس هيدفون لف. لا ايدي خلاص، ايدي اتجمدت. بصوا يا جدعان الطريق عامل ازاي اهو. ده بقى اللي كنت بكلمكم عليه. هنا ايه، دي بتمشي عربيه كده، بقى عامله ايه، مصطفى قاعد دلوقتي بيستعرض مهاراته اهو. ده كده بيبقى ايه، حرفيا عربيه بتمشي، وبتبقى فيها زي مكنسه، تقعد بقى تكنس الكلام ده على الجنبين كده. بصوا بتلاقوا التلج موجود على الجنبين، يا الله. وبيرش شويه، مش عارف هتلاحظوه ولا لا، بس يعني في زي كور سودا كده. الكور السودا دي هي دي بقى اللي بتعمل ايه، احتكاك. يعني انا مش لابس جزمه الشتاء، بس بصوا انا في زحلقه علشان موضوع الكور ده. ايه اللي بيحصل في الانسان ده؟ انا بقى اديت له الموبايل، لان انا ايه، هو انا ليه باين قصير مع ان انا مش قصير والله العظيم. فرق يعني حاجه والله العظيم، هو عشان رافع الموبايل من فوق، لكن انا مش قصير. لا بس ليه الانسان يحصل فيه كده يعني ايه اللي يخلي انسان حبيبي الواد ده ليه؟ عشان ما تشتري الواد ده ليه؟ طب ما تجيبني انا في الفيديو ولا انا مش معاكم؟ شايف الجاكيت اسمها ثلج ازاي؟ يا الله. انا في مره السنه اللي قبل اللي فاتت، كانت درجه الحراره -20. قررت ان انا اخد ابن خالتي وننزله. كنت فيديو تقريبا ثالث فيديو على القناه، الفيديو اللي هو ما جابش الا 200 مشاهده. لا والله كان اكتر، كان اعلى فيديو جاب عندي مشاهدات، جاب 4000 باين. اكتر من الفرحه. المهم الفيديو ده كنت مصوره، كان فيديو الرعب كده. كنت مصوره ايه في الثلج برده، كنت لابس سويت شيرت بس كنت متلج، وعملت بقى فيها فان ديزل، وخدت بعضي والعجله ولبست سويت شيرت. محدش يعمل كده في الدنيا. كان ايه جو زي ده كده ولابس سويت شيرت بس؟ لا زي ده احنا دلوقتي ده بالحراره -5 -6، درجه الحراره كانت -20. دلوقتي احنا دلع، فاهم؟ وايدي بقى ايه، حتى بص ايدي بقت لونها حمراء ازاي. الدم بيحاول يواكب الدنيا في جسمي. الطريق شكله جامد كسب الابيض، جامد كله ابيض في ابيض. حرفيا يا جدعان احنا عمالين نبدلوا الكاميرا مع بعض، لان انا مش يعني خلاص يعني ايدينا بتبوظ. والتلج بقى اللي هو هنا ده اللي انا ماشي عليه دلوقتي، ده متجمد، اللي هو مش خفيف كده شبه اللي نازل ده، بيبقى عامل شبه الرمله كده وانت فاهم، تقعد تعمل كده. لكن التلج بقى لما بيتجمد ده بيبقى وحش، ووقعته صعبه يعني. بس
المهم بقى ايه، بس الجو حر، اجواء اوروبيه فاهم انت، اللي هو ايه ملاعب الدوري الانجليزي في التلج كده زمان، واللعيبه نازله بقى لابسه بحب انا الكلام ده. انا بحب الحاجات اللي بتبقى لونها اخضر لما ايه بينزل على التلج لما تتبيض. بحب الحاجات اللي لونها اخضر لما تتبيض. حراكه والله اراك خفيف الظل. انا مش فاهم الناس اللي في حتت في روسيا اللي عايشه في درجه حراره، وكندا اللي عايشين في -50 و-60 بيعيشوا ازاي؟ فالجو ساقع قوي. دلوقتي -5 -6 كده يعني فاهم. انا مش عارف كام بالظبط، بس يعني تعالى يا ابني كده يا ابني. فبجد انا مش عارف والله الناس اللي في السوالب دي بتعيش ازاي. احنا في السوالب برضه، بس يعني في السوالب على حنين، احنا لسه بنسخن. -50 و-60 والله في حتت في كندا وفي روسيا. عشان كده تلاقيهم باردين زياده. والله العظيم اقسم بالله العظيم الموضوع ده فعلا بيعكس على الشخصيات. انا كل الروس اللي عرفتهم في حياتي بتلاقيهم عالم ما عندهمش مشاعر كده، عالم بارده. انا ما بحبش الروسي ابدا صراحه، يعني ما قابلتش روسي حبيته ولا بنت ولا ومع انك بتلاقي الروس حلوين، يعني البنات الروس بتلاقيهم حلوين والله. بتلاقيهم حلوين بس باردين. كان معايا في المدرسه بنت روسيه هنا برضه، يعني مش زمان يعني هنا. اول ما بدات هنا في المانيا كان معايا بنت روسيه. البنت كانت قمر، عارف انت. لا تتجش، بس كانت بارده جدا، يعني ما كانش عندها مشاعر فاهم. عارف انت لما تضحك زي ما تعيط، زي ما يعني نكته زي مش نكته. بس كده انا هقفل الكاميرا دلوقتي، هقول لكم بقى جوه انا بشتري حاجات، وبعد كده ايه احنا هنا جنب الجيم، انا جنب فرع تاني، مش الجيم اللي انا بتمرن فيه، بس ايه يعني فرع تاني من نفس الجيم. فانا ممكن اخلصه المشتريات، وبعد كده ايه اطلع العب شويه جيم على شويه بوكس، وبعد كده نطلع نكملوا الجولات. انا دخلت السوبر ماركت اهو فاهم، وايه جايين بقى بنشتروا حاجات. بس شوفوا بقى نشتروا ايه، عمالين بقى نشتروا ايه، في ليمون وبرتقال وحاجات البرد دي كلها. المكان اللي انا فيه ده اسمه كاوفلاند ده ايه فيه يعني كل حاجه ممكن تعوزها في حياتك في البيت، من اكل وشرب وحاجات ومحتاجات وهدوم، يعني هدوم حاجات بسيطه فاهم، اللي هو مثلا الشيرت بتاع. بس دي حاجات بقى الحلويات والحاجات دي ما بعملهاش. انا بطبخ يعني، لكن ما بعملش حلويات. والقهوه والشوكولاتات بقى طبعا كلها علشان الفايناخت والكريسماس والمش عارف ايه، فكل الشوكولاتات على شكل ايه الحاج نويل. بس مكرونات حلو، مكرونه معمول عليها تخفيضات كتير. ما نشوفوا ايه في كل انواع المكرونه اللي ممكن تشوفها في حياتك. مكرونه بني ومكرونه حمراء ومكرونه محشيه سبانخ ومكرونه من لولوه في كل حاجه. في مكرونه سكر، مكرونه بسكر كده. بصوا يا جدعان، في جميع انواع الرز اللي ممكن تخطر وما تخطرش على بالك فاهم. في رز مثلا ايه بيبقى هم عاملينه مستوي اصلا فاهم، بيبقى رز يقرف يعني انت متخيل انت ماسك رز طري يعني تحس ان حاجه معفنه، استغفر الله العظيم. يعني ده طبعا الناس ايه اللي ما بتعرفش تطبخ ده ايه، لكنها يعني انا كشخص شيف الكلام ده طبعا ايه ما ينفعش معايا. وبعد كل التدويرات الكتير والتجارب لقيت رز مكتوب عليه ايه ملش غايس. الملش غايس ده اللي هو رز بلبن يعني المفروض ده الرز بلبن، ولكن هو ده اقرب رز للرز المصري، فطعمه حلو، طعمه شبه الرز المصري بالظبط، الرز البلدي حتى بصوا شبهه. بس فهو ده اللي انا بجيبه. وساعات يعني مش كتير بجيب رز بسمتي يعني، بس الرز بسمتي لما انا اجي اعمل كبسه ولا بتاع. بس انا كل ده ولسه ما نعرفوش هنتغدوا ايه النهارده، وعمره ما قال لي نتغدوا ايه النهارده يعني عمري ما قلت له تعالى يعني ناكلوا ايه النهارده، وقال لي هناكلوا كذا. وده ركن التوابل، الركن المحبب الى قلبي. اي حاجه لها علاقه دلوقتي بالطبخ انا بقيت بنجذب للحاجات دي. يعني عايز اجيب ايه توم بودر. اين الثوم البودر؟ طبعا كل ده ركن توابل، بس انا بحب اجيب توابل من اللي هنا يعني غالبا الواحده بتكون سعرها 79 سنت يعني، لكن في مثلا دي سعرها يورو 9 كده يعني، لكن مش غاليه يعني. فين يا ابني الثوم البودر؟ بصوا انا بحب الحاجات دي قوي يا جدعان، بحب جدا الحاجات دي.
اقعد لي كده. كوتشي كوتشي. تعالى. يعني كده شبك بالظبط. شبه مني شويه صح؟ يا سلام، احلى قصه حب في الدنيا. وما تنسوش اللي انتم مقاطعين، ما تنساش مهما اغرتك العروض، مهما يعني كان عامل عروض على الحاجات المقاطعه. فانا هسيب لكم صوره الحاجات المقاطعه هنا، يا اما اسيبها لكم تحت في الديسكربشن يعني. ماشي، اوعى تنسى اللي انت مقاطع. احنا هنا في المانيا وفي اوروبا ومقاطعين، ففيها ايه لما يعني انا بجد انا قابلت ناس بتقول لك ايه ازاي ما اقدرش استغنى عن الكولا. هنا برضو مسلمين بس مش عرب يعني. ده انا ما اقدرش استغنى عن الكولا، ده انا ما اقدرش. ليه يا عم ما تقدرش؟ هو دمك الناس دي بتعصبني والله العظيم. الناس هناك في اخواتنا بيموتوا وبيتقتلوا، ودول عارفين ان الشركات دي بتدعمهم. يعني انا بشوفها هتتحاسب والله. يعني لما تروح تشتري حاجه انت عارف ان الحاجه دي او المكان الفلاني ده بيدعم الناس اللي بيقتلوا اخواتنا، وانت برضو بتروح تدفع لهم فلوس. فانا من وجهه نظري بشوف ان ده ذنب، يعني ده ذنب وهتتحاسب عليه. يعني لما تقف كده قصاد ربنا زي ما محمد سلام قال، ده انت كنت بتعمل ايه وقت ما اخواتك كانوا بيتضربوا وبيتقتلوا؟ انا كنت بروح اشتري من الناس اللي بيدعموهم. ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليك. مقاطعين مدى الحياه خلاص. يعني احنا مش مقاطعين فتره، فاحنا مقاطعين مدى الحياه. احنا ممكن بقى ايه ناكل النهارده بيتزا. في بيتزات من ورايا ممكن ايه اجيبها، والبيتزا دي بتتجاب بقى وتتعمل وتتحط في الفرن، فاهم يعني؟ دي العجينه بتاعت البيتزا. فمش عارف نجيبه بيتزا ايه. طبعا اغلب البيتزا مش حلال، لا مثلا بالسلامي او باللحمه، بالكلام ده كله مش حلال. فانا بجيب بيتزا يا اما بالتونه يا اما بجيب بيتزا بايه مارجريتا. فتعال نشوف ايه هي انواع البيتزا موجوده. والله في بيتزا هنا شكلها حلو ومارجريتا. اصل المفروض ايه لما تتعمل تكون المنظر ده يعني. ودي 3 وحدات ايه ب 2 اورو 99، يعني 3 اورو. فممكن نجيبه بيتزا مارجريتا، ونجيبه مثلا تونه ونعمله بيتزا مارجريتا بالتونه. تمام. بحب انا الابتكارات دي، بحب ابتكر. انا حرفيا انا جربت كل حاجه بالتونه هنا في البلد دي، صح؟ جربت يعني، عملت مكرونه بالتونه، عملت بيتزا بالتونه، انا عملت رز بالتونه. لا والله طلع جامد، والله العظيم طلع جامد الرز بالتونه ده. يعني طبعا انا كل اللي يعرف يقول لي ايه العك اللي انت بتعمله ده، بس يعني طلع جامد. والله احلى حاجه لما تعيش لوحدك، فاهم؟ وتطبخ بقى اللي انت بتعمل اللي انت عايزه، تطبخ الاكل اللي يعني. انا قاعد في الكليه كده قلت انا النهارده اعمل رز بالتونه. ايه رز بالتونه ده ما تفهمش. ومره ثانيه كنت طالع من الجيم قلت انا عايز اعمل مكرونه بالتونه كده يعني. بصوا بتلاقوا هنا ايه الفراخ والحاجه، بس طبعا ايه الفراخ هنا مش حلال. وانا بشوف يوتيوبر كتير هنا في المانيا بيدخلوا يشتروا اللحمه او الفراخ من الثلاجات من هنا. يا جدعان حتى لو فراخ فهي مش حلال، مش مذبوحه يعني. يفهموا النقطه دي. لان انا بشوف فعلا بلوجر كتير يدخلوا او يوتيوبر يدخلوا ياخد الفراخ ويقول لك اصل الفراخ هنا مش عارف بكام، لا هو ياخدها بيشتريها. مش حلال، مش حلال. وفي ناس كتير هنا تيجي تقول لي يعني الفراخ فيها خنزير. ما هي ما فيهاش خنزير يا ذكي يا ابو الذكاء، بس الفراخ مش مذبوحه، فراخ متكهربه بس، فمش حلال. بس في هنا ديك رومي اهو، حاجات بقى ايه بتاعت العيد عندهم، لان هنا عيد الفايناخت. فعيد الفايناخت ده زي رمضان عندنا كده، بتلاقي بقى الدنيا كلها انوار وشجر وزينه وحفلات واغاني وفاهم، وبياكلوا بقى بط ووز والكلام اللي احنا بناكلوه في رمضان ده. بس بصوا يا جدعان، من الحاجات بقى ايه اللي كمان اللي اكيد موجوده في مصر يعني، واشك ان في منها يعني حاجات حرام في مصر. تمام. الحاجات اللي زي دي كده، تمام، اللي هو الجيلي كولا انتوا عارفين بقى انا بعرف الحاجات الحلال من الحرام منين يعني. طبعا انا بقرا اللي عليها، بس يعني لو في وقت مش عايز اقرا او في حاجه مش متاكد منها، البرنامج ده اسمه ايه مسح الطعام الحلال. تمام. ده بسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. بص تدخل عليه بتلاقي ايه بيقول لك اولا الحاجات المشبوهه والعلامات دي، اللي هو الاي 100 والاي 101 مشبوه ومش عارف مثلا ايه الاي 111 حرام. دي كلها ايه بتبقى مكونات موجوده. فمثلا ايه دلوقتي هدوس على السكان دي واجيب هنا الكود بتاع ايه البتاع ده، الكود اللي هنا اللي على المنتج. وايه والبرنامج يقول لي اذا كان حلال ولا حرام. بتنتظر شويه كده علشان يعني الشبكه او النت او بتاع.
بس وبص راح قايل لك ايه هذا المنتج ايه حرام، وبيجيب لك صورته وبيجيب لك كل حاجه، وبيجيب لك ايه الحرام والمكونات اللي فيه وايه المواد المضافه يعني بيجيب لك كل حاجه. فلازم يعني جربوا كده، جربوا في مصر والله العظيم، نزلوا الابلكيشن ده، واي حد عايش في اوروبا، عايش في امريكا، عايش في اي حته يحمل الابلكيشن ده. لان في ابلكيشن تاني الناس قعدت تقول عليه حلو اسمه حلال زلال، فاهم؟ رحت في مره على حته خنزير، مسكت حته لحمه خنزير كده، راح قال لي هذا المنتج حلال، فاهم؟ عارف اللي هو سالت الشيخ وقال حلال، هو الابلكيشن ده. فلازم تجربوا، ولازم طبعا يعني حتى لو قال لكم المنتج حلال حاولوا دايما تقروا ويعني الموضوع هيبقى صعب في الاول، لكن بعد كده خلاص انتوا عارفين ايه اللي انتوا هتجيبوه يعني. بس يا ربي مربي قرد اهو خلصنا اشترينا بقى الحاجه، فاهم؟ الحاجه دي عملت ايه يعني 18 يورو بس. طبعا دلوقتي اطلع على الجيم، على تمرينة بول، وبول اللي هي ظهر وكتف خلفي وتراي، لا وباي. انا شكلي بدأت اهنج بس، واتمنى ان انتوا تكونوا سامعيني من غير المايك، فاهم؟ ودلوقتي بقى نطلع على الجيم، وبعد كده نروح النهارده نتغدوا بيتزا بالتونه. بس المحل ورايا اسمه كاوفلاند، عالم الشراء. مصطفى اللي بيحب يترجم الحاجه بالعربي كل ما اروح عند محل يقعد يترجموا لي بالعربي بس. المهم الكشاف اللي ورا ده مزاولني. نطلع بقى دلوقتي على الجيم، تمرينه بتاعت التلج دي، فاهم؟ تطلع كده، فاهم؟ تلاقي بقك بيطلع دخان، صح؟ انت ايه رايك؟ اهو بصوا يا جدعان، بصوا دي الحاجات اللي بيرشوها على الارض علشان ايه؟ تعمل احتكاك مع الارض. بصوا استنوا، فين الملح؟ لا الملح مش مخلوط معاه دلوقتي لكن دي بيتخلط بقى معاها ملح، وايه كاس ملح يعني مش كاس اللي هو ايه يعني شويله ملح كده، فاهم؟ وبيخلطوها مع بعض وبيقعدوا يخلطوها كده بفاس او بجاروف، فاهم؟ وايه بس وبيرشوها بقى على الارض، فالملح بيدوب التلج والبتاع ده بيعمل احتكاك. حتى بصوا انت ماشي في الارض، سامع؟ لا فما يخلكش هتلاقي بقى الناس عارف ان انت توم وجيري، بتلاقي بقى الناس ايه سايحه ورا بعض بس. وانا احنا احلى حاجه هنا جنب الجيم. لا مصطفى الصراحه يعني جاي يدعمني النهارده ومش هتمرن، بس هيجي معايا يدعمني، بس انا فضلت وراه. عايز والله العظيم عندي فيديوهات كتير عايز ابقى اعملها معاكم، عايز ابقى اعملها لكم يعني، عن مواضيع كتير عايز اتكلم فيها، يعني مواضيع حساسه مش اي حد بيتكلم فيها، بس انا عايز اتكلم فيها، وحاجات بقى تجارب وبتاع غلط بحكي لكم، هو حد يفهم غلط يعني، بس انا بحكي لكم ايه اللي حصل في الارض. والله العظيم يعني حاجات انا شفتها بعيني، وحاجات انا حزين ان انا شفتها بعيني. واحنا دلوقتي بقى ايه، احنا نوثق هذه اللحظه. انا السنه اللي فاتت كنت ماشي في الطريق ده لوحدي، السنه دي ماشيين في الطريق ده انا وانت السنه الجايه بقى ان شاء الله، او يعني فيما بعد نبقى نصور واحنا ايه ماشيين بقى بالعربيه، فاهم؟ العربيات بتاعتنا بقى وفاهم يعني ان شاء الله باذن الله. وبعد كده بقى ايه تيجي بقى معاك الاسره الكريمه، المدام والاولاد، فاهم؟ كده يا جدعان، ولا انتوا ايه رايكم؟ الواحد لما يشوف كده حته بي ام كده، فاهم؟ واحد جايب البي ام كده رايح الجيم، يلا تبقى حاجات جامده. الجيم ده كبير وانا بتوه فيه، الفرع ده يعني، فهندخله دلوقتي احاول اصوره لكم من جوه، والتصوير ممنوع، وكمان علشان ايه المناظر يعني، فانتوا فاهمين. بس هنشوفه دلوقتي. وهذا هو الكارنيه بتاعي، ده اسم الجيم. تعمل كده تنور رابر هتعدي، ده كده مدخل الجيم اهو. والجيم ايه 3 ادوار، والبيج مصطفى داخل. ايوه اهي بص داخل بقى ماسك الحاجه بقى اخر قلاجه اهو. الجيم ده انا اول مره جيت هنا ما كنتش عارف يعني فين بيودي على فين، فاهم؟ يعني في دوار تحت ودوار فوق ولسه يعني. بصوا وعشان تغير لازم تطلع الدور الثالث، وهنا الجزء بتاع الكارديو، بس لسه هنطلعه فوق، نطلع فوق اكتر. تيجي والتلج من هنا بقى وبتاع، مناظر حلوه. هي دلوقتي غيرت، انا حاسس يعني قبل التمرين تلاقي جسمي واقع كده، انا بقالي كام يوم ما اتمرنتش. اهم حاجه، اهم شكلك في الجيم، ريحتك في الجيم، يعني دي نقطه اتمنى الناس بالذات بتوع الجيمات البلدي. ما شاء الله يا جدعان، احنا ايه اللي متعود على الجيم البلدي ما بيأثرش مع المكان ده، فلازم يعني ايه تصنع اوزان، فما شاء الله.
ولازم ما تنساش دايما تجيب معاك النوتة اللي تكتب فيها ايه اوزانك ومجموعاتك وبتاع، عيش حياتك عشان كل مرة تزود وزن عن المجموعة اللي قبلها او تزود عدات يعني. واحد بيطلع من التمرينة شايفين صور ولا ايه؟ اهو بس التمرينة قاعد بكتب اوزان اخر ايه اوزان اخر مجموعة. انا خلاص خلصت. نقعد بقى ايه نلعبوا شوية بوكس. انا لسه مش محترف في البوكس يعني، بس لسه بتعلم. بس يعني ايه حاجات اللي خدها درس في حياتك، اللي انت لازم تتعلم حاجة من العاب القوة او الالعاب القتالية عشان تعرف تدافع عن نفسك. تمام. انا لسه ايه بتعلم كده ايه شادو فايت وبتاع، وقاعد اتعلم بوكس من على اليوتيوب وبرده وبتاع، بس يعني حاسس بالتطور. فاهم. والبوكس من اكتر الحاجات اللي بتديك ثقه. فبوكس مع الجيم يعني الجسم مش باين قوي، كمان بقالي كام يوم ما اتمرنش، بس يعني ايه في الرمق بس. هني بقى بشويه بوكس كده ايه اشوفكم بره الجيم ان شاء الله. بس يا رجاله وايه مصطفى عطاني التمرين النهارده. صح يا مصطفى؟ كان الكوتش بتاعي النهارده، كان هو اللي بيمرني. بس والله يا جدعان وايه صورتلكوش كتير انا في الجيم علشان في حاجات بلس 18 ما ينفعش تشوفوها. فاحلى حاجه بقى كده اروح اصلي واكل وانام. اتفرج لي على الحلقه لسه ما خلصتش ذا جود دكتور، يعني ممكن لما انزل الفلوج يكون خلاص. انا دلوقتي في الموسم اللي قبل الاخير خلصت وبس. والى هنا ايها السيدات والساده تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى ان قد كنتم استمتعتم معنا. ماشي. اي حاجه بس بجد والله يا جدعان ايه. والى هنا يا السيدات والساده انتهى حلقتنا الى هذا اليوم. في ايه نتمنى ان بتقال ازاي يا ابني؟ نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم. تاني 3 مرات اكشن. والى هنا يلا بجد يلا عشان ننهي الفلوج. والى هنا يا السيدات والساده ينتهي حلقتنا الى هذا اليوم. نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم معنا ونراكم في حلقه جديده. انا مش عارف ليه حاسس ان انا شغال في اسمها ايه في قناه لا جزيره ايه قناه اسمها ايه الاولى القناه الاولى او في الراديو. بس يا رجاله كان معكم محمد ابو عيسى ونراكم في الفلوج او الفيديو القادم. كان معكم مصطفى علام كمان. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. ايه